Hayırlı günler memur bey. Para. Kimsin? تمسكتي. أهلا بكم يتم عرضها في شهر مارس، وهي 3 مسلسلات جديدة سوف يتم عرضها في هذا الشهر. وفي الشهر ده لأول مرة منذ سنوات سوف يجتمع نجم تركيا في موسم درامي واحد، وهو نجم كيفان شتاتلوتو والنجم أنجلا أكيوريك، واللي بيتمتعوا بشهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث سيعود النجم كيفان شتاتلوتو عن شاشة التلفزيون. وكمان هيجتمع النجم أنجلا أكيوريك مع النجمة ديميت أوزديمير، وهي من النجمات الأكثر شهرة في تركيا في الوقت الحالي. Cemal! Hayırlı günler. Ablacığım. Adın ne adın? para. أولى هذه المسلسلات اللي هيتم عرضها في شهر مارس وهو مسلسل اسمه فرح، اللي بيقوم ببطولته النجمة أنجلا أكيوريك والنجمة ديميت أوزديمير، والمسلسل سوف يتم عرضه يوم الأربعاء 1 مارس. المسلسل بتدور أحداثه حول فرح وهي مهاجرة إلى تركيا مع ابنها المريض، واللي بتضطرها الظروف إن هي تشهد على جريمة قتل عن غير قصد، ومن هنا سوف تتغير حياتها كلية عندما تتقاطع طريقها مع رجل المافيا طاهر اللي بتلتقي به في نفس ليلة وقوع الجريمة. مسلسل فرح سوف يتم عرضه على قناة فوكس، والشركة المنتجة للمسلسل هي شركة O3 ميديا. مسلسل اسم فرح واللي هيتم عرضه يوم الأربعاء سوف يتنافس مع مسلسلات المؤسس عثمان ومسلسل رجل العصا ومسلسل تلك الفتاة. Ablacığım. Adın ne adın? para. Cemal! Hayırlı günler memur bey. Ama yarın olsun. Bugünden güzel olsun. Sen niye böyle giyiniyorsun? Hastalığım için. Bir de ayakkabılarınla giremezsin buraya. Ablacığım. Adın ne adın? Para. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben Leyla. Azam. أما المسلسل الثاني اللي هيتم عرضه في شهر مارس وتحديدا يوم الأحد 5 مارس هو مسلسل أنا في ورطة. قصة المسلسل بتجمع ما بين الغموض والترفيه والدراما، وبتدور أحداث المسلسل حول شرطي سابق تم فصله من وظيفته في قسم الشرطة بسبب عدم سيطرته على غضبه، والشرطي بينتمي إلى عائلة ذات ماضي سري بتعود إلى حياة القديم من أجل الانتقام. في الوقت ذاته يقوم الشرطي بتكوين فريق من أجل متابعة قضايا المظلومين، وفي الوقت ذاته بتحدث جريمة قتل للابن الأكبر للعائلة، وهذا بيقود الأسرة إلى خطة من أجل الانتقام. مسلسل أنا في ورطة سوف يتم عرضه يوم الأحد ليتنافس مع مسلسلات المنظمة والقضاء والأيام الجميلة والغرور، وسوف يتم عرضه على قناة ATV. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben Leyla. Azam. المسلسل الثالث اللي هيتم عرضه في شهر مارس وهو مسلسل العائلة، واللي هيتم عرضه يوم الثلاث 7 مارس. المسلسل بطولة كيفان شتاتلوتو وسيريناي سيركايا. المسلسل بتدور أحداثه حول عائلة مزدحمة مليئة بالأسرار بتعيش في مزرعة، وقصة صادمة لطبيبة نفسية ديفين اللي بتدخل حياة هذه العائلة. المسلسل سيكون من إنتاج شركة القمر، أما كاتب السيناريو فسيكون للكاتب هاكان بولمو. من أهم أعماله العهد مرعشلي وجها لوجه. أما الإخراج فسيكون للمخرج أحمد كيتكسيز اللي من أهم أعمال العشق المشبوه والاصطدام. مسلسل العائلة سوف يتم عرضه يوم الثلاث ليتنافس مع مسلسلات وجع القلب ومسلسل هذا العالم لا يسعني ومسلسل 3 أخوات.
what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of nothing right there. But if I lay down in my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Then will you get